الحلقة دي لإجابات أسئلتكم على الحلقة اللي فاتت. تمام، خليكم معانا وتابعونا علشان تعرفوا إجابات الأسئلة. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هجاوب الأسئلة اللي اتبعتت لي لبعض الطلبة. تمام، كانت أماني بتسأل بتقول إزاي أذاكر مادة الإنشاء المعماري قبل الامتحان. طيب بصي يا أماني، دلوقتي مادة الإنشاء المعماري دي لو انتي في إعدادي مثلا هتبقى بترسموا مسقط أفقي. تمام، تتعلموا ازاي ترسموا المسقط الأفقي وتحطي الأبعاد عليه وازاي تاخدوا مثلا القاعدة والعمود والسملات والميد والحاجات دي. تمام، المفروض ان انتي تراجعي أول حاجة المحاضرات اللي انتي أخدتيها. تمام، تحاولي تشوفي حد كتب المحاضرات كويس، او لو انتي كاتبه المحاضرات كويس وتراجعيها وتقريها، وتشوفي لو في لوح انتوا سلمتوها او ابحاث برضو تذاكريها، ولو في حاجات هتترسم حاولي ان انتي ترسمي الحاجات دي قبل الامتحان او ليلة الامتحان، بحيث ان انتي يبقى الموضوع بالنسبة لك الامتحان مش هيخرج عن حاجة من اللي انتوا اخدتوها دي، فيبقى الموضوع سهل وبسيط بالنسبة لك. تمام. محمد هيثم كان بيسأل أنا عندي مشكلة في الظل بتاع السلم في المنظور. طيب بص، هو أنا ممكن أحط لكم في الديسكريبشن فيديو بيشرح إزاي ترسم الظل في المنظور. طيب حسام كان بيقول تاريخ العمارة صعب ومش عارف يذاكره إزاي. طيب بص، تاريخ العمارة زي التاريخ العادي، ما تبصلوش إن هو حاجة صعبة. تمام، هي مجرد بدل ما انت كنت بتشوف احداث في التاريخ العادي، لا هي مراحل. تشوف كل مرحلة كانت ايه اللي بيهتموا بيها. يعني المرحلة مثلا دي كانوا بيهتموا في التصميم بكذا وكذا وكذا، انت محتاج تقسمها مراحل وتشوف كل مرحلة بيهتموا بايه، وهتلاقي الموضوع بسيط معاك. طيب حد تاني كان بيسأل بيقول هو احنا مفروض نتعلم اوتوكاد او احنا المفروض نشتغل اوتوكاد؟ طب ليه بنشتغل مانيوال ونرسم يعني؟ طيب هو ده سؤال مهم. اوكي، لان في كذا حد سألني الموضوع ده قبل كده. احنا في الكلية بنرسم مانيوال، وبعض الكليات يعني بيرفضوا ان هم يشغلوهم اوتوكاد من هم في اعدادي او في اولى. والله احنا على ايامينا كان الكمبيوتر ممنوع لغاية سنة تالتة. تمام، كان تالتة ورابعة بس هو اللي مسموح لنا نشتغل بالكمبيوتر، لكن بقية السنين لا، احنا كنا احيانا بنشتغل ونطبع رصاص، حتى الوركينج كان بنطبعه من غير هاتش علشان ما يبانش ان احنا طبعينه اوتوكاد يعني. طيب هقولك على حاجة، لو احنا ليه بنتعلم نرسم بايدينا؟ لان انت مهما كنت الكمبيوتر مش هيديك السنس بتاع المانيوال، فانت محتاج تتعلم المانيوال ده عشان يبقى عندك سنس المسافات. يعني ايه سنس المسافات؟ يعني انه بعد حبة انت لو بصيت لخط لوحة مرسومة، ما انت في الموقع مش هيبقى معاك كمبيوتر، او حتى لو معاك كمبيوتر هيبقى برضه معاك لوح. الناس بتنفذ من لوح، يعني المشاريع بتطبع على مقاس A نوت او A1 وبننزل بيها السايت. تمام، انا محتاجة ابقى شايفة المساحة دي، الخط دوت انا شايفاه سنتي، فانا عارفة ان السنتي ده يعني متر، ده سكيل 1 ل100، او السنتي ده يعني 2 متر. عينك هتلقط الارقام بعد كده، انت اول ما هتشوف الخط ده هتقدر تميز الخط دوت ده 3 سنتي ده 4 سنتي. ده اللي هيميزك عن اي حد تاني، الخبرة دي، خبرة انك تمسك القلم، انك ترسم. الاوتوكاد طبعا مهم جدا، وخدوا كورسات بره، ولو كلية مش بتشرحه، لو كلية بتشرحه اهتموا بيه جدا وتعلموه، لانه الاوتوكاد كبير، مش بس ان انا ارسم 2D، لا ده في 3D وفي حاجات بتخليه شبه الريفت. يعني اوتوكاد بحره كبير قوي، مهم. انا بقللش من قدر الاوتوكاد، يعني كل الشركات بتشتغل اوتوكاد، حتى اللي بيشتغلوا ريفت بيشتغلوا برضو اوتوكاد. تمام، خليني ابقى اعمل حلقة عن البرامج المهمة جدا اللي لازم تتعلموها قبل ما تتخرجوا، عشان لما تتخرج ان شاء الله تلاقي شغل هيقولك انا عايز برنامج كذا وكذا وكذا، علشان ان شاء الله تلاقي فرصة شغل كويسة.
انا كده اكون جاوبت على الاسئلة. اتمنى اكون قدرت افيدكم الحلقة دي. دعموني بلايك واعملوا شير للحلقات علشان اقدر افيد ناس اكتر واكتر من زمايلكم، واشوفكم الحلقة الجاية والى اللقاء.